السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم الطريقه كيفاش تحتفظوا بالخرشوف في الثلاجه، بلا يعني ما ديروها في المجمد. انايا كما كتشوفوا كيبان لكم في الصوره، كنشد الخرشوف ديالي، كنحيد هذوك الجنيبات ديالها وكنبقى نقشرها بهذه الطريقه هذه كما كيبان لكم، وتقطعوها القياس اللي بغيتو نتوما. صافي بهذه الطريقه هذه وهذاك الحامض اخوتي كما كتشوفوا كنبقى نديرو في يديا باش ما كيكحلوش. تعرفوا الخرشيف ان ملي كتصايبيها كيوليو صبعانك كحلين. هذاك الليمون اللي كنديروا ليها ما كنخليوهاش في نفس الوقت يديك ما كيكحالوش وما كتكحلش معنا الخرشيف، كتبقى خضره، كتبقى بداك اللوين ديالها. هنايا غنبقى نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الخرشوف اللي عندي كامله. وهنايا دوك اللي كيكونوا على برا، داك الخرشوفات اللي كيكونوا على برا الا كانوا بانوا لكم كبار حيدوهم ما تصايبوهمش، باش ملي كطيب الخرشوف ديالكم مقاده، باش ما تجيلكمش وحده طايبه وحده ما طايباش. صافي بهذه الطريقه هذه كنستمروا حتى كنقيو الكميه ديال الخرشوف عندنا. وشكرا للاخوان والاخوات اللي كينضموا للقناه. الصراحه لكم جزيل الشكر. الصراحه كما كتفرحوني، الله يجعل سيدي ربي يفرحكم حتى نتوما. وهنايا اخوتي ما بقيتش كنسجل لكم فيديوهات بحال النهار الاول، بحكم كما كتعرفوا كنت مسافره في دارنا، تماك بديت فتحت القناه في دارنا، وعندهم الويفي في دارنا، داخل الويفي للدار ما كانش عندي يعني شي صعوبات، كنت كنصور كنلوح. هنا ملي جيت رجعت لداري شويه ما عارفين ما كاينش الويفي، خصك بقات تشارجي هكا 10 دراهم كاع ما تلوحش الفيديو، خصك تلوح الفيديو خصك تشارجي 20 درهم، كتجي صعيبه شويه. ومحد ناحيه اخر عاوتاني كما قلت لكم يلا لقيت راجلي يلا تحول لواحد الدار اخرى. هذيك اللي كنا كارين فيها الاولى ما بقيناش فيها وتحول لدار اخرى، وباقي الحويجات عندي هكا يلا كنقاد. داكشي علاش ما كيتوا ما كي يعني ما كنصور لكمش. ومع بنتي باقا صغيره حتى هي، ملي كنلقى هكا شي وقيته كنشارك معكم هكا، واخا على الاقل غير فيديو في السيمانه بحال هكاك، حتى ان شاء الله تقاد الامور. وهنا من بعد ما نقيت الخرشوف ديالي كلها كترجع لها الطريقه هذه كما كيبان لكم في الفيديو. دابا غندوز نغسلها مزيان كما كتشوفوا، ونصفيها من داك الماء هذاك، وغنديرها في شي طنجره ولا اللي عندكم كاسرونه ولا كوكوط، غنديرها وغندير نغطيها بالماء كما كيبان لكم في الفيديو. وهذه هي الخرشوف اللي كنت خديت معكم من السوق، الفيديو اللي حطيت لكم قبل قلت لكم غنشارك معكم الطريقه ديالها. دابا صافي من بعد ما وضعتها في الطنجره هذه غنضيف عليها الماء، وغنضيف هذاك النص ديال الحامضه غنضيفوه معها يتسلق باش ما يخليش الخرشوف ديالنا داك الحال، باش تبقى الخرشوف ديالنا يعني اللوين ديالها هو محافظ على اللون ديالها. صافي دابا غنردها حتى طيب حتى تغلى وتعاود، المهم تسلق. هنا من بعد ما تسلقت كترجع لها الشكل هذا. ودابا غنحتفظ بها حتى تبرد. من بعد ما تبرد غديروها في شي سوبيره بالماء ديالها، تهزوا بالماء ديالها وديروها في شويه سوبيره وتخليوها في الثلاجه غير من التحت، ما ديروهاش في المجمد. يعني كتبقى هاد الطريقه هذه كتبقى مده سيمانه وتحتفظوا بها غير في الثلاجه، ما كتخسر ما حتى شي حاجه. وهذه هي الخرشوف ديالنا، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله.